مرة كان مسافر دير مرمينا، ما كانش معاه حد في العربية، هو والسواق. والسواق كان راجل اصلا من سوهاج وراجل طيب، كان اسمه عم عزمي. السواقين بتوع زمان اللي كانوا يلبسوا الكاسكته الزرقاء دي ويعمل نفسه يعني قبطان مطار كده، يعني طيار، والبتاع الزرقاء كانوا بيسموها السواقين زمان يعني. وعم عزمي طبعا البابا قاعد ورا، وصل لغايه برج العرب، يعني عدوا الطريق الصحراوي كله، باقي على الدير 5 6 7 كيلو كده. العربيه وقفت، قال له يا سيدنا العربيه عطلت. قال له انزل يا ابني شوف فيها ايه. نزل عم عزمي، فتح الكبوت وبص كده وقعد ودخل العربيه. قال له يا سيدنا في خرم في الكربراتير بتاع البنزين بيسرب بنزين في العربيه، مش هينفع تشتغل. قال له طب والحل ايه يا عزمي يا ابني؟ قال له نحل في حلين يا سيدنا، يا اما نحل الكربراتير ده نبعته اسكندريه يتلحم، ده اصله انتمونيا، يعني قال للبابا كرولوس عارف يعني ايه انتمونيا ويعني ايه كربراتير، والبابا كرولوس ما كانش فاهم حاجه خالص الكلام ده كله. قالوا الحل الثاني، قال له نحل الكربراتير ده نبعته مصر، يبعتوا لنا واحد جديد نركبه. قال له اه، وبات في الشارع انا بقى. ما ينفعش كده يا عزمي يا ابني. طب سنة هعمل ايه؟ قال له الخرم ده كبير ولا صغير؟ قال له يا سيدنا قد خرم ابرة المنجدين، بس بينفذ بنزين وما ينفعش، لازم الخرم ده يتسد. قال له طب يا ابني تاهت ولقيناه. ضرب ايده في جيبه، طلع ازازة الدواء بتاعته، كان زمان ازازة الدواء يحطوا فيها حتة قطنة من فوق، ومسك القطنة وقعد يبرم فيها كده، عمل لها زي ايه، زي راس كده. قال له خد يا عزمي يا ابني. وطلع ازاز الزيت، عاصل القطنه زيت. قال له خد يا عزمي يا ابني، حط الراس البتاع دي في الخرم ودق عليه. عم عزمي ضحك، قال له يا سيدنا يا سيدنا ده فيها زيت، والزيت مش خلاها تلزق. قال له يا عزمي يا ابني خد من عبد الله واتكل على الله. عم عزمي عمل زي ما قالوا سيدنا، حط بتاع والبزراديه كده يعني لزقت او يعني اتبططت كده. قال له دور يا عزمي يا ابني. عم عزمي دور، دارت العربيه، بس عم عزمي على يقين ان بعد 5 متر القطنه هتنطر وهنقف تاني. اطلع يا عزمي يا ابني. عم عزمي قفل الكبوت والعربيه دايره وبدا يتحرك. بابا كرولوس يقول له اوعى تشيل صباعك. قال له يا سيدنا بتقول ايه يا سيدنا؟ قال له مش عليك يا عزمي يا ابني، توافيق في العربيه غير انا وانت يا سيدنا، خليك حاطط ايدك لغايه ما نوصل. ايه يا سيدنا؟ قال له مش انت يا عزمي يا ابني. شويه وقال له برافو عليك، كمل المشوار. هكمل يا سيدنا. مش انت يا عزمي يا ابني. يا سيدنا انت عمال تقول لي انت بتكلم مين؟ قال له اسكت يا عزمي يا ابني. عند باب الدير العربيه وقفت على باب الدير، فالبابا كرولوس قال يوه كان لازم تسقف يا اخي وفرحان ان احنا وصلنا. قال له يا سيدنا وانا سقفت. قال له مش انت يا عزمي يا ابني. امال مين يا سيدنا؟ قال له مرمينا يا ابني، كان حاطط صباعه على القطنه واول ما وصلنا راح مسقف فرحان ان احنا ايه وصلنا، فالقطنه ايه على اي حال خير يا عزمي يا ابني، احنا دينا ايه وصلنا. اللي عايز اقوله لك دي علاقات متميزه، علاقات. اللي عايز يعرف يعني ايه شفاعه يسمع البابا كرولوس وهو بيكلم القديسين، يسمع البابا كرولوس او يشوف سيدنا البابا كرولوس وقاعد متربع على الارض قدام الهيكل وبيقول المجمع، يشوف البابا كرولوس وهو بيصلي، كان حريص لما يصلي قداس، طبعا هو بيمسك الذبيحه عشان ده البطرك،
لكن كان يكون حريص ان هو يصلي المجمع عشان ياخد بركة القديسين. مهما قلت ومهما عدت، البابا كيرلس مدرسة في معاملات مع القديسين، معاملات خاصة متميزة. وصدق ولا بد ان البابا كيرلس بياخدنا في رحلة كده للسماء، بيطلعنا كل ما نجيب سيرته نحس ان احنا مش على الارض. وكل واحد فينا لما يشوف البابا كيرلس في الحالة دي يقول لكن انا مش من هنا، انا ليا، لكن انا مش من هنا، لا مال ده كله عالم فاني، لا مال شايل هم الايام وشايل هم الايام وشكوى من الضيق والآلام لكن انا مش من هنا، لكن انا مش، لكن انا مش من هنا، لا مال لا مال ولا جاه ولا غنى، ده كله عالم